أوضة هادية ومظلمة، سرير عليه أبوين نايمين في هدوء. بيعكر نومهم فجأة صوت حاجة بتقع بره. بيتفزعوا الاتنين كانوا عارفين ايه ده بالظبط. الغطا بيتشال بسرعة والاتنين بيجروا على أوضة ابنهم وقلوبهم بتتراقص في سريالية مرعبة. أنفاسهم بتعلى لما بيفتحوا باب أوضة ابنهم اللي واقع على الأرض. الرغوة البيضة أغرقت البيجامة الزرقاء اللي الولد لابسها. بيتنفض. اطلب الإسعاف بسرعة، انت مش شايفه عامل ازاي؟ بتصرخ الأم ومستمرة في الصراخ. أما عن الأب فمتمسمر في مكانه، مش من مشهد ابنه ولكن من شخص تاني موجود في غرفة ابنه. خد باله منه بسبب ضوء القمر اللي منعكس جوه الغرفة. الشخص قاعد على كرسي في الضلمة، راسه وهالة جسمه باينة، بني آدم لكنه غريب عن هنا. ونطق الأب في وسط صرخات الأم: انت مين؟ وليه عاوز تأذينا؟ اتردد صوت الشخص اللي شاف الأب جوه عقله. ما اتحركتش هالة الشيء ده بيتكلم جوه عقولنا وهو مش بيتحرك. أنا مش عاوز أذيكم، كل الحكاية إني كنت وما زلت بحاول بكل قوتي عشان أنقذكم من اللي عاوزين فعلا يأذوكم. أما عن اللي عملته أنا فأنا بس كنت عاوز ألفت نظركم بأي طريقة ممكنة للحقيقة، لأني خلاص ما بقتش قادر أكمل في اللي أنا بعمله ده. الحمل زاد عليا جدا، وعشان كده أنا عاوزكم تبعدوا لأني ممكن أنهار في أي لحظة. هصدقك، بس اشرح لي اللي بيحصل هنا. ايه اللي بيحصل لابني؟ حاضر. أنا خيري رمضان الأسيوطي، ضابط شرطة متقاعد، وده للأسف الشديد حصل على الرغم من أني عمري حتى الآن ما تعداش 40 سنة، ولكن تقدر تقول بإريحية تم أنهم استغنوا تماما عن خدماتي، خاصة وأني خلاص ما بقيتش قادر على تنفيذ اللي ممكن يطلبوه حتى من عامل البوفيه بتاع الاسم. وده لأني بقيت بتحرك على كرسي بعجل من بعد ما اتصبت بشلل في أطراف السفلية. رصاصة خدتها في مكان صعب جدا في عمودي الفقري. كل ده حصل تقريبا من حوالي 5 سنين. 5 سنين بالتحديد، في نفس اليوم اللي كنت خارج فيه من الاسم اللي أنا كنت المأمور بتاعه بالمناسبة، وكنت خارج بحملة ضخمة جدا عشان أقبض بيها على تشكيل عصابي كامل بيتاجر في الممنوعات. المهم إننا رحنا هناك، حصل الاشتباك اللي أدى في النهاية لإصابتي ووصولي للحالة اللي أنا عليها حاليا. وأخيرا حالتي مع كامل الأسف للمعاش المبكر. وهنا تحديدا خليني أقولك إني هكون بكدب عليك لو قلتلك إن أنا ما تأثرتش. بالعكس، أنا تأثرت جدا ودخلت في حالة اكتئاب قوية خلتني يعني أراجع حساباتي في كل تفصيلة صغيرة موجودة جوه شخصيتي، مش بس جوه شغلي واللي أنا كنت ممكن أعمله في المستقبل. وللأسف فضلت جوه الأزمة النفسية دي لفترة طويلة جدا، الفترة اللي اكتشفت من بعدها بإني بقيت تقريبا شخص بلا حياة، مفيش أي هدف أقدر أعيش علشانه. أبويا وأمي ماتوا من غير ما يسيبوا لي من ريحتهم أخ أو أخت. أنا خسرت شغلي اللي كان واخد كل وقتي لأني كنت بلاقي في نفسي، فما اتجوزتش يعني، وطبعا مش هتجوز. أنا أدركت وقتها إني كنت مشغول جدا للدرجة اللي خلتني أنسى أعمل لنفسي كيان بره الشغل، وعشان كده أنا كنت شايفني شخص عديم الفائدة بلا حياة. وده تحديدا هو اللي خلاني أخد قراري بإني أرجع للعصور البدائية نوعا ما،
هاخد شنطة هدومي وهسافر على بيتنا الريفي اللي محدش يعرف عنه أي حاجة. هقفل تليفوني وهعيش هناك لوحدي لحد ما أموت، ووقتها بس مش هحس باللي هيحصل بعد كده. كان قرار صعب وجريء جدا. قدرت أكون قد قراراتي وسافرت. ووصلت لبيتي الريفي، نظفته كويس ورتبت كل حاجتي بمساعدة بعض الأشخاص طبعا، اللي خدوا أكتر من حقهم مقابل خدماتهم ليا. وللأسف الشديد كان هو أسبوع واحد بس تقريبا، وبدأت أحس بملل مميت. أنا شخص عشت طول عمري متعود على الحركة والإثارة، عشان كده مستحيل أتأقلم مع الوحدة في يوم وليلة. يعني مستحيل أنسى القاهرة بدوشتها وناسها اللي فوق بعض حرفيا، عشان فجأة أروح أعيش في قرية محدش بيخرج فيها من بعد المغرب. فالحياة للأسف كانت صعبة جدا في البداية، ولكني أخيرا حصل الشيء اللي خرجني من حالة الملل اللي كنت فيها، وخلاني أعيش في حالة من الغموض والفضول والتشويق. حالة كده شبه اللي كنت بمر بيها يعني بالظبط أيام شغلي. كل حاجة بدأت من اليوم اللي كنت قاعد فيه في صالة بيتي وأنا سارح كده في الملكوت بدون غاية أو سبب. بس اللي حصل وقتها كان إني بدأت أسمع صوت خناقة غريبة وعالية شوية بين راجل ومراته، جاية من مكان قريب جدا من بيتي. وده اللي خلاني أتحمس وأتحرك بالكرسي بتاعي بهدوء ناحية مصدر الصوت. كتمت نفسي وحاولت على قد ما أقدر أبطأ ضربات قلبي، وبعدين حطيت راسي على الجدار اللي الصوت كان جاي من وراه، من الآخر عشان أتصنت على الجيران يعني زي ما بنقول، وأقدر أسمع اللي بيتقال بشكل أوضح. بس معرفش ليه فجأة الصوت وقف. الخناقة اللي كانت في أشد ما تكون من ثواني فجأة وقفت، وكأنهم مثلا حسوا بوجودي يمكن، فقرروا انهم يأجلوا الخناقة شوية لحد ما المتطفل اللي أكيد اللي هو أنا يعني يرجع من تاني لحياته الطبيعية. الموقف كان كله على بعضه كده غريب بالنسبة لي جدا، خاصة انهم من المفترض ما يكونوش حاسين بيا او بتحركاتي جوه شقتي. جايز تقول عليا ان انا اتجننت لما سبت شغلي، وممكن تقول على تصرفاتي دي تصرفات واحد فاضي يعني مش اكتر. في كل الحالات انا مش هختلف معاك، ولكن خليني اقول لك اني بدأت اركز معاهم اكتر، وبدأ في شيء جوايا يخليني اراقب كل تصرفاتهم. وهنا كانت بداية الكارثة. انا بدأت الخطة بتاعتي باني ابص الاول على بيت جيراننا دول، وده لاني تقريبا من ساعة ما جيت هنا وانا حاكم على نفسي بالسجن، ما خرجتش ولا حتى بصيت من الشباك، لدرجة اني تقريبا ما كنتش اعرف شكل الشارع بالظبط عامل ازاي. ولكن خلاص اظن انه جه الوقت اللي اقدر فيه ان انا اكسر القاعدة دي عشان اراقب جاري العزيز، الشخص اللي انا اكتشفت عنه كوارث مرعبة تكفي جدا عشان يقضي الباقي من عمره في السجن. ولكن في الاول خليني اعرفك ان الشارع اللي انا كنت ساكن فيه زي ما انت اكيد بقيت عارف طبعا، يعني بالرغم من طوله اللي كان يزيد عن 500 متر تقريبا، الا انه كان بيتكون من 6 بيوت بس. وده طبعا كان بيؤدي لظهور يعني شوية مسافات ومساحات نسبيا شاسعة بين البيوت، ما عدا بيتين: بيتي اللي انا قاعد فيه حاليا، وبيت جاري او الشخص اللي انا اكتشفت فيما بعد بان اسمه مراد فكري. او مراد الأعور زي ما انا بقيت بطلق عليه. من بعد ما لاحظت بان عنده عين طايرة كده، في عين متصفية تماما وما بيشوفش بيها،
فكانت متغطية بقطعة جلد كبيرة مخليها شبه القراصنة. المهم إن من خلال مراقبتي لمراد الأعور ده بدأت أكتشف بأن عنده مزرعة خنازير، وهي دي الوظيفة الوحيدة في حياته تقريبا. هو بيخرج من البيت بتاعه بعد الفجر، يفتح الحظيرة أو المزرعة دي عشان يطمن على الخنازير البشعة بتاعته، ويدخل ينام لحد العصر. الغريب بقى انه ما كانش بينظف الحظيرة او المزرعة بتاعته دي خالص، هو سايبها كده. وبالرغم من كده الا اني ولسبب مجهول يعني ما كنتش بشم اي ريحة سيئة عنده نهائي، سواء انا جوه بيتي بره بيتي. وده في حد ذاته غريب، لان يعني ما فيش بينا غير مجرد جدار بس مش اكتر. والغريب اكتر انه ما كانش بيحط اكل للخنازير دي خالص. انا على مدار 10 ايام كاملين من مراقبتي ليه أنا عمري ما شفته تقريبا بيدخل اكل او شرب لجوه المزرعه، ولو بالغلط حتى. بالرغم من اني كنت متاكد من ان مفيش اي باب خلفي من جوه البيت مثلا، يعني ممكن يبقى في باب ورا يدخل منه امدادات للمزرعه، لا برضه ده مش موجود. بس عامه كل ده برضه مش مهم. الحاجه المهمه فعلا كانت هي تصرفات الراجل ده نفسها. الشخص ده من أول ما بيصحى من نومه على الساعة 4 قبل المغرب كده تقريبا ولحد ما بيدخل ينام، كل اللي كان بيعمله إنه كان بيطلع يقعد بره قصاد باب بيته ساعات بسيطة كده من السكون والله حركة شوية، وبتظهر مراته في الصورة، ملامح حزينة يعني مكسورة. ويعني لو انت شفت هيئتها هتعرف ان قدر العذاب اللي كانت بتتعرض له من جوزها لا يحصى، من ضرب بقى لشتيمة لأذى نفسي مبالغ فيه. يعني غالبا ده بيزيد في قوته عن الإهانة طبعا اللفظية أو حتى الجسدية. المهم ان الست المسكينة دي واللي عرفت بان اسمها سماح بالمناسبة، فكانت بتخرج تحط أكل قصاده وبعدين تدخل لجوه الشقة بدون ولا كلمة تقريبا. المدهش بقى في الموضوع ده كان هو كمية الأكل نفسها. الراجل ده كان بياكل لوحده مش وجبة، وجبات كده تكفي 10 أفراد على الأقل. كمية رز رهيبة جدا و10 كيلو لحمة ولا حاجات مهولة. وأكيد اللحمة دي أكيد من لحم الخنازير اللي هو بيربيها. وطبعا الكمية الرهيبة دي كانت تعتبر مبرر منطقي جدا لحجمه الضخم اللي كان بكل تأكيد بعيد كل البعد عن حجم مراته اللي كانت حرفيا جلد على عظم زي ما بنقول. المهم ان هو كان بيفضل ياكل لمدة ساعة كاملة تقريبا، وبيتفضل في الاخر حتة لحمة، قطعة لحمة صغيرة كده من وسط الجبل اللي هو نسفه من دقايق ده. وعشان تكون قريب للي انا اكتشفته فخلينا نسمي قطعة اللحم الاخيرة دي بمعنى تاني، يعني ممكن يكون اوضح شوية، الا وهو الطعم. وبقول كلامي ده لانه كان بيرمي اخر حتة لحمة معاه في الطبق على الارض قصاده عشان يقعد يستنى ويترقب وباستمتاع غريب وهو بيسلك في اسنانه السوداء المسوسة دي دقايق بسيطة كده، وبيظهر التعيس قليل الحظ في المشهد. واقصد بكلامي ده طبعا الكلب المسكين اللي بيعدي من قصاده بالصدفة، كلب بيموت حرفيا من الجوع. ريحة اللحمة بتشده جدا طبعا فبيقرب منها وبيبدأ ياكلها بنهم شديد، على الرغم من انها للأسف يعني ما تشبعش. وعشان كده بيرفع راسه ناحية مراد الأعور اللي بيكون متأكد من انه هو اللي رمى اللحمة ليه. نظراته بتكون مزيج غريب وبريء بين الامتنان والشكر من ناحية. انتوا بتبقوا اكيد فاهمين نظرات الكلاب بتبقى عاملة ازاي. وطبعا بيبقى جواك وجوه الكلب انت عارف ان بيبقى عنده رغبة في الاكل تاني. هنا بس بيتأكد مراد من ان صنارته المشؤومة خلاص غمزت فعلا، فبينادي على الكلب بصوت صفير غير منتظم عشان يقربوا منه، يلعبوا كده تحت دقنه بقوة
وثبات غير مبررين يعني. وبعدين بيدخله للبيت وهو رسم على وشه ابتسامة خبيثة جدا ولئيمة، وهو لامح بطرف عينه الكلب المسكين وهو بيتحرك وراه بسرعة بيهز في ديله في سعادة شديدة. مجرد دقايق بسيطة كده وبسمع من بعديهم صوت الكلب وهو بينبح وبيزمجر بقوة وكأنه بيهاجم حاجة معينة، لكن مع الوقت صوته العنيف ده بيوطى وبيضعف وحدته بتزيد. مش بس كده، ده بيبدأ كمان في انه يصرخ. كل ده بالمناسبة كان بيحصل في نفس الوقت اللي كنت بسمع فيه صوت مراد وهو بيضرب الكلب بحاجة صلبة، غالبا يا شومة يا أداة تانية معدنية، ويزعق للكلب بقوة وبيأمره انه يموت ويبطل معافرة اكتر من كده علشان مصلحته. المهم ان الكلب في الوقت ده بيبدأ يستغيث ويطلب النجدة من شدة الألم اللي بيكون حاسس بيهم، خاصة وانه ما بقاش قادر يهاجم او يتفادى الضربات زي ما كان بيعمل من شوية. والدليل على كده ان صوته بيضعف لحد ما بيسكت. الكلب مات، وده تحديدا بيكون هو السبب في الخناقة اليومية المتكررة بين مراد الأعور ومراته سماح. أنا كنت بسمعها كل يوم وهي بتتوسل ليه عشان يبطل اللي هو بيعمله ده، أو على الأقل يسيبها تمشي هي الحال سبيلها. وطبعا هو ما كانش بيبقى عنده غير إنه يرفض، فتبدأ سماح المسكينة في إنها تشتمه وتوبخه بأبشع الألفاظ. تبدأ تقول له إنه مش إنسان ولا حتى حيوان، إنه هو مسخ دميم، كيان شيطاني ملعون في الدنيا والآخرة. هنا بس مراد بتنقح عليه الرجولة ويحس كده بالغضب الشديد والدم بيغلي في عروقه وأعصابه بتفور فبيقرر إنه لازم يعلم سماح دي الدرس اليومي اللي من خلاله هتعرف من هنا ورايح الطريقة الصح اللي لازم تكلمه بيها بعد كده. بيرفع دراعه الضخم التقيل ده وبكل قوة ادهاله الأعمال بتاعته دي، بينزل بإيده اللي في تقل الخنازير اللي بيربيها على وشها. طبعا ضربة قوية زي دي بتكون كفيلة جدا بالنسبة لسماح ان هي خلاص هي بتفقد وعيها تماما طول الليل، وبتنتهي الخناقة طبعا بشكل مفاجئ وكأنها اتقطعت. وده يفسر لي سكوتهم المفاجئ في كل خناقة. المهم ان مراد في الوقت ده بيحس انه هدي شوية، وان ده هو الميعاد المناسب ليه عشان يداوي جروحه اللي تسببت فيها ضحيته الأخيرة. اقصد بكلامي ده طبعا الكلب المسكين المخدوع اللي مرمي تحت رجليه. وبس كده تقريبا على الحال ده بينتهي اليوم تقريبا. مراد بيغيب جوه شقته لحوالي 4 ساعات مش اكتر، فترة مش قليلة نسبيا. بيظهر من بعديه عشان يقعد من تاني على باب بيته 1 ساعة تقريبا ويختفي الليل عشان يظهر مكانه العمود بتاع النور اللي قدام بيته. وفي عمود نور كمان جوه المزرعة، ده اللي خلاني اشوفه ان مراد بيدخل المزرعة يطمن على الخنازير وبعدين يخرج منها على بيته عشان ينام. عدد مهول بقى من الساعات عقبال ما يصحى من بعديه عشان يصحي مراته اللي بتكون غالبا لسه مرمية مكانها على الارض من ساعة ما فقدت وعيها ليلة امبارح. المسكينة بتقوم تجهز له الوليمة اللي بياكلها كلها طبعا تاني في نهم غريب، ما عدا القطعة الأخيرة اللي بيستخدمها دايما كطعم يصطاد بيه ضحيته الجديدة. بص بقى، يظهر كلب يظهر قط، صاحب النصيب السيء طبعا هو اللي بياكل اللحمة اللي اترمت له عشان يقتلهم مراد بطريقته المعتادة. فتحصل الخناقة اياها بينه وبين مراته اللي ما بتسكتش تقريبا الا وهي فاقدة وعيها. ساعات بسيطة يخرج قصاد المزرعة يطمن على الخنازير الملعونة بتاعته وبعدين يدخل ينام، وهكذا بقى كل يوم كل يوم كل يوم. حلقة مفرغة وروتين مرعب جدا ما اتكسرش ولو لمرة واحدة على الأقل من ساعة ما بدأت في مراقبتي للراجل الملعون ده.
وده على مدار مدة طويلة، يعني زادت عن 10 أيام تقريبا. طبعا كمية البشاعة اللي أنا عرفت بيها كل المعلومات دي كانت مخلياني مرعوب من الشخص ده لأبعد درجة ممكنة. وده ببساطة لأني على الرغم من أني كنت في فترة كبيرة من فترات حياتي ضابط، على الرغم من أني من المفترض أكون شفت من المجرمين والناس السادية دي كل الطوائف والأشكال تقريبا، إلا أني برضو كنت حاسس من جوايا بأن الشخص ده مختلف عن عينة بشرية ممكن أكون شفتها قبل كده. ده مش عينة بشر سيئة ممكن تقول عليه كده، لأ، أنا ممكن أكون قابلتها قبل كده سواء أنا أو حتى أو أي شخص غيري، لكن الكائن ده لأ. أنت ممكن تكون قابلت عينة بشرية سيئة، لكن ده مستحيل يكون إنسان طبيعي وعادي زيك كده. وسبحان الله كأن مراد الأعور ده كان سامعني وأنا بكلم نفسي بالأفكار دي، لأني ما فاتش غير 4 أيام بس تقريبا وحصلت المواقف اللي أنا ما كنتش أتخيل إني ممكن أشوفها ولو حتى في أسوأ كوابيسي. مواقف مرعبة فقط كل توقعاتي يعني، ومشاهد فظيعة عدت أسوار خيالي أو حتى خيال أي كاتب رعب وجريمة، ولكنها بالرغم من كده قدرت في نفس الوقت على انها تجاوب على كل الاسئله اللي كانت بتدور في عقلي بشكل مستمر. وهي دي المشكله، ان انا اعرف يعني في وقت جيت مع نفسي كده انا ما كنتش عايز اعرف هو بيعمل كده ليه، ما كنتش عايز اعرف، لكن مراد بيتعمد يقتل الحيوانات دي بالمعدل الغريب ده وبصوره يوميه. وطبعا احنا ما عرفش لما بيقتلهم بيوديهم فين او بيعمل بيهم ايه، وازاي الخنازير اللي مربيه عنده دي ما بتاكلش ولا بتشرب زي باقي مخاليق ربنا، وايه هو السبب اللي ممكن يخليه يعامل مراته بالمنظر السيء ده بدون ما هي تحتاج او اهلها حتى على كل اللي بيحصل. ولكن اخيرا وليس اخرا، منين بيقدر يجيب الفلوس اللي بياكل ويشرب منها؟ مع العلم باني متأكد جدا من انه ما بيذبحش حد من الخنازير اللي عنده او بياكل منها. دي باختصار كانت يعني بعض الاسئلة على شوية اجوبة كانت بتدور في بالي وقتها، والجواب او الرد الحقيقي اترد عليا في وقت قليل جدا وبأبشع طريقة ممكنة. ال4 أيام اللي انا قلت لكم عليهم بالتحديد في اول ليلة قمرية من ليالي الشهر العربي اللي كنا فيه، ومن بعد غروب الشمس بدقايق بسيطة خرج مراد الأعور من بيته في وقت متأخر جدا عن الوقت اللي كان معودني عليه على مدار الأيام اللي فاتت. وده حصل ببساطة شديدة عشان وعلى عكس كل توقعاتي يدخل مراد للمزرعة بتاعته ويخرج الخنازير لبره في جنينة بيته. جنينة بيته دي يعني خرابة حرفيا، علشان أشوفهم أنا بقى لأول مرة من ساعة ما جيت للمنطقة دي. ودلوقتي بقى اسمح لي اني اخد من وقتك عشان اوصف لك بعض الصفات للكائنات السيئة دي، مع اني متأكد من ان وصفي عمره ما هيقرب من بشاعة الحقيقة مهما انا كنت عبقري او دقيق في التعبير يعني. مراد الأعور خرج من مزرعته 7 خنازير بالظبط، 7 خنازير ضخام جدا بشكل يعتبر ضعفين حجم الخنازير الطبيعية. المهم ان الخنازير دي كان ليهم لون اسود قذر كده، كأن جلدهم اسود، وصوت خبيث جدا ومرعب. وكل ده بالمناسبة كان كوم لوحده، وشكل وشوشهم كان يعتبر كوم تاني خالص. انا حرفيا كنت شايف قصادي وشوش دميمة، هي وشوش الخنازير بالبوز اللي انت عارفه المميز والفتحة المناخير، لكن عيون سودا بالكامل، جلد مترهل حرشفي كده وسميك جدا. غير كل ده كان فيه قرنين صغيرين فوق راس كل واحد منهم. انا بمجرد ما شفت المنظر ده حسيت بان الخوف والرعب دبوا في قلبي وزادوا اضعاف ما كنت انا حاسس بيهم من قبل كده. انا عمري ما حسيت بالاحساس ده. انا تقريبا كنت شايف قصادي مجموعة من الجن،
لكن لا، اللي اكد لي ده اكتر ان في وسط المشهد ده والظلام اللي حالل عليه في حاجه مرعبه بقى حصلت اكتر. في كام شخص بدأوا يجوا قصاد بيت مراد، وبعدين يقفوا ينحنوا ليه وهو جنبه الخنازير، وبينحنوا في خوف ورهبة كده. كل واحد منهم كان بيديله حاجة، يعني اللي شايل كيس باين ان فيه اكل، لشرب، لفلوس، لهدايا ملفوفة ما اعرفش ايه اللي جواها. وكل شخص بينتهي بعد تقديمه للحاجات دي بنهاية غريبة. كل شخص يدي الحاجة، في نهاية بعد ما يديله الحاجة يروح بيسلم ورقة كده لمراد ويمشي. الناس دي انا شفتهم بالشبه قبل كده في البلد، يعني الناس دي من هنا، بس جايين بالليل في الخفا كده ليه؟ وكلهم كمان يعني مش واحد معين. ابدا الاقي من وراه خيط مثلا يعني لناس كتير واقفه ورا بعض، توابير، بس توابير مخفيه في الخفاء، يعني لو عينك جت عليها وانت ماشي في وسط الضلمه انت هتترعب. كذا واحد بقى على مدار كذا ساعه، وده ما سابنيش طبعا، انا بقى توتر وتفكير في الجواب. لكن الجواب كان ببساطه ان مراد العوار يبقى دجال البلد هنا يعني. وللاسف الشديد الليله التانيه من الليالي القمريه للشهر ده كانت اصعب بكتير. عشان تكون فاهم قصدي، خليني اقول لك ان اللي حصل بالتفصيل كان في نفس التوقيت اللي حصل فيه يعني كل حاجه امبارح. خرج مراد من بيته بعد الغروب بدقايق بسيطه، خرج الخنازير بتاعته من المزرعه، ولكن المره دي مفيش شخص ظهر من الناس اللي جت للمكان ده امبارح. محدش جه خالص، لان ده كان يوم الوليمه الاصغر او الوليمه الاولى. وده اللي انا عرفته بالمناسبة لما شفت مراد بيجيب 7 اواني معدنية ضخمة كده من جوه البيت وحطهم قصاد الخنازير، بحيث يكون كل واحد منهم قصاده وجبة خاصة بيه. وبعدين ملاهم بجثث الكلاب والقطط اللي كان بيصطادهم كل يوم ويخزنهم عنده بطريقة معينة اكيد يعني. طبعا كل ده حصل عشان تبدأ الخنازير في الاكل بنهم شديد بفجع يناسب جوعهم طبعا طول الشهر اللي فات، من ساعة آخر وجبة أكلوها غالبا في الليلة التانية من الليالي القمرية للشهر العربي برضه. ومن قبل يعني ما تستغرب أو تفكيرك يروح لحاجات تانية، يعني خليني أعرفك بأن الخنازير دي كانت قادرة تاكل من لحم الحيوانات بمساعدة سنانها الحامية المدببة اللي كانت كلها عبارة عن أنياب وبس، مفيش سنان عادية. كان مراد خلالها واقف مكانه بيتفرج على المشهد الفظيع ده وهو راسم على وشه كل علامات الاستمتاع والفخر. وده حصل ببساطة شديدة عشان يمر الوقت فتخلص الوليمة. هنا بس بصت الخنازير لمراد في شيء من القبول، وبعدين دخلت لجوه المزرعة كإعلان منها على انتهاء الليلة القمرية الثانية. مر على كل اللي حصل ده أقل من 24 ساعة عشان تبدأ الليلة الثالثة والأخيرة من الليالي القمرية للشهر ده، أو بمعنى أوضح عشان تبدأ ليلة الوليمة التانية أو الليلة الأكثر بشاعة. الموضوع يوميها بدأ كالعادة من بعد غروب الشمس بدقايق كده، وأقصد تحديدا يعني مش بس بعد غروب الشمس، ده تحديدا نفس التوقيت اللي سمعت فيه صوت صراخ سماح مرة تانية وهي بتستنجد بقى المرة دي بأي حد عشان ينقذها. نفس التوقيت اللي أنا برضه احتقرت نفسي فيه جدا وحسيت إني ما مسواش حاجة، بإني ما استحقش أصلا إني أكون راجل. أنا بقول كلامي ده باختصار لإني فضلت مكاني بتفرج على كل اللي كان بيحصل ده بدون أي محاولة مني لإنقاذ المسكينة اللي بتحاول تستنجد بأي حد. وبالمناسبة يعني من قبل ما تدافع عني أو تلتمس لي أي عذر، تصرفي ده ما كانش بس بسبب حالة العجز اللي عندي، الحقيقي إن أنا كنت متخاذل بالشكل ده للأسف لأني كنت خايف. واللي أكد لي على صحة كلامي ده كان هو اللي حصل بعد كده.
من بعد استمراري في المكان لمجرد ثواني بسيطة وأنا براقب، بدأت أشوف اللي اسمه مراد ده وهو بيشيل مراته وبيخرج بيها من باب بيته، ورماها قصاد مزرعة الخنازير بعنف شديد، وضربها في رجلها بقوة مبالغ فيها أكتر من مرة، لدرجة إن الست دي أكيد رجلها دغدغت عشان يضمن إنها مش هتعرف تتحرك لحد ما يخلص بقى اللي هو عايز يعمله. المهم إن مراد وقتها تجاهل صوت صراخ مراته تماما، راح للمزرعة بتاعته فتحها عشان تخرج الخنازير وتقف قدام سماح بالظبط. سماح بقى اللي بقت بتصرخ دلوقتي مش بسبب الألم، ولكن من فرط الرعب والتوتر اللي سيطروا عليها بشكل بشع، وزادوا جواها أضعاف بمجرد ما انحنى مراد براسه وبجسمه كله للخنازير عشان يبدأ في ترديد مجموعة رهيبة من الطلاسم المؤلفة من لغة غريبة وغير مفهومة. المهم إنها كانت مجرد دقايق بسيطة، سكت مراد من بعدهم تماما وقام من الوضع الغريب اللي كان فيه عشان يحرك إيديه في حركة سينمائية غريبة كده، يعني خلته أقرب في شكله للجرسون الشاطر اللي بيقدم وجبة شهية للزبون بتاعه. وفي لمح البصر انقضت ال7 خنازير الضخمة اللعينة دي على جسم سماح المرمية في الأرض بلا حول ليها ولا قوة، وثواني من الصراخ ظهر من بعدهم صوت مضغ الخنازير المرعب. خلصوا أكل، كلوها ودخلوا جوه المزرعة وكأن شيئا لم يكن. هنا بس ومن بعد رؤيتي للمشهد الفظيع ده أقدر أقول إني قررت أخيرا إني لازم أخد موقف. أنا للأسف ما كنتش متوقع إن الموضوع ممكن يتطور للدرجة دي، وللسبب ده تحديدا أنا جبت تليفوني شغلته من تاني وخرجت رقم شريف عشان أكلمه. بالمناسبة ده شريف يبقى صاحب عمري، شخص كنت في يوم من الأيام زميله في الشغل يعني. اتصلت عليه وبلغته بكل اللي عمله المسخ اللي اسمه مراد وبالتفصيل الممل عشان أتفاجئ بإنه للأسف مش مصدقني. يعني انت عاوز تفهمني يا خيري ان جارك المحترم استاذ اعور باشا ده يبقى دجال محترف ومسخر جن وبيظهروا على هيئة خنازير والخنازير دي ما بتحبش تاكل غير كلاب وقطط وبتحلي بزوجات الراجل ده؟ يعني النبي ده كلام يتصدق برضه ولا حتى يتقبل النقاش فيه؟ يا شريف انا مش بهزر، وارجوك صدقني يا عم بحق اي معروف ما بيننا. وبعدين ما تستبعدش يعني ان ترقيتك تكون على ايدي، لانك لو مسكت الراجل ده انا متاكد انك هتلاقي وراه حاجات كتيره. كفايه قوي مراته سماح اللي اكيد هتلاقي عند اهلها كلام كتير يقولوه. حاضر يا خيري حاضر، بس بالله عليك يعني ما تنفخش فيا قوي كده وتحسسني بانك يعني كنت دكتور مش ظابط. ما انت عارف اصلا اني لا هطول ترقيه ولا غيره، والبيت ده يعتبر اصلا ترع لدايره غير الدايره اللي انا شغال فيها، وبالتالي فانا اقصى حاجه ممكن اعملها هي ان انا ابلغ مأمور الدايره عندكم باللي حصل من مكتب المديريه عشان يهتم ويتحرك وكده. بس لعلمك ان مش هيحصل يا خيري الا من بعد ما اجي انا في الاول في السكرته كده احاول اشمشم على اي حاجه غلط تتمسك على اللي اسمه مراد ده. وصدقني يا خيري وربي انا لو لقيت فعلا ان في حاجه من اللي انت بتقولها دي موجوده والله لاكون مستعد ان انا اغامر باسمي ومنصبي وكل ما املك عشان سبيل بس ان انا احط الشخصيه الحقيره دي في السجن. لان لو التحقيقات اللي انا هعملها دي اثبتت لي بانك فعلا على حق، لا يبقى كده فعلا في مصيبه غريبه بتحصل واحنا ما ينفعش نسكت عليها وقت اطول من كده، يعني خوفا من ان الاعور ده يهرب بكل الجرائم اللي عملها يعني لمكان تاني، والمكان التاني ده هيعاني نفس معاناه اللي قبله. انتهت المكالمة بيني وبين شريف لحد هنا، وده عشان اتفاجئ بيه بيخبط على باب شقتي من بعد حوالي اسبوع من المكالمة بتاعتنا. وقتها طبعا انا فتحت له الباب وانا في قمة السعادة عشان يبدأ بدون اي مقدمات في انه يتكلم بنبرة مختلفة ويقول:
بص يا عم خيري بقى وركز في كلامي ده كويس جدا، يعني عشان ما تتعبش نفسك او تتعبني معاك مره تانية. الراجل ده ولا انت ده ولا عنده اي خنازير ولا عمره اشتغل فيها من اساسه. كل اهل البلد اللي حواليك بيأكدوا على صحة كلامي ده، وبيأكدوا كمان على انه مش دجال يا خيري. انا بنفسي هجمت على بيته بشكل مفاجئ بدون اي وجه حق، وما لقيتش لا خنازير ولا جثث ولا قطط ولا كلاب ولا حتى كتب دجل وشعوذه. ما كانش في اي اثر لكل اللي انت بتقوله ده. وغير كده اللي اسمه مراد ده عمره ما اتجوز قبل كده اصلا. ولما سالت وسط الناس عن البنت اللي بالمواصفات اللي انت قلتها لي عليها، وعرفت فعلا بان اسمها سماح، بس عرفت برضه من ابوها انها هربت من سنين مع عشيها لبره البلد دي ونزلت القاهره. وطبعا الكل من ناحيه تانية بيأكد على ان مراد في الاصل اصلا يعني شخص مسالم جدا، وعمره ما كان ليه في طريق الدجل او الشعوذه. وغير كل ده بقى صاحب عمري الوحيد، اقدر اقول لك اني ما كسبتش من ورا رحله البحث الجميله دي اي حاجه، غير ان البني ادم اللي اسمه مراد ده لما رحت له عشان افتش شقته كان بيتامر عليا ويقول لي ان هو ممكن ما ادخلكش شقتي لاني طبعا معيش اذن نيابه، ولكنه مش هيعمل كده تفضلا منه لانه شخص كريم وما ينفعش يطرد حد بره بيته. تخيل انا يتقال لي كده على اخر الزمن، يجي واحد زي ده يقول لي انا كده انه يقدر يطردني من بيته لو حب. على كل حال يا خيري، وما علينا من كل ده، انا شايف انك تركز مع نفسك الفتره دي وبس، ومالكش دعوه بمين عمل ومين سوى، لان من الواضح كده ان الفضا والفراغ اللي عندك هيخلوك تدخل نفسك وتدخل غيرك في مشاكل ملهاش اول من اخر. عشان كده انا شايف انك تستمتع بالاجازه المبكره دي، وتنسى شويه بقى حس ضابط الشرطه اللي عندك ده، لانه تقريبا كده ما بقاش مظبوط معاك زي زمان. قال شريف كلامه ده في شيء من القسوة عشان يخرج من البيت عندي وبدون ما يستنى حتى انه يسمع ردي. مشي عشان يسيبني مكاني في حالة نفسية سيئة جدا، وانا حاسس بقلة الحيلة وعدم الفايدة، لاني مش هقدر اخد بالطار من الراجل ده. وغير كده كنت حاسس من ناحية تانية بغضب وتعجب شديد من السبب اللي مخلي اهل القرية يقولوا الكلام ده. وبعدين انا مش فاهم اصلا ازاي شريف قال لي ان مراد الله عور ده عمره ما اتجوز قبل كده. اما السماحة دي كانت بتعمل عنده ايه وقاعدة معاه بصفتها ايه؟ كان عندي وقتها اسئلة كتيرة جدا ما كنتش لاقي ليها اي اجابة، ومش عارف الفرق ما بين الحقيقة والخيال. وده تحديدا كان هو الدافع بالنسبة لي عشان ابدأ من تاني هراقب مراد تاني. ولكن اللي حصل وقتها للأسف كان على عكس تام من كل توقعاتي. أنا لما بدأت أراقب مراد من جديد اكتشفت إنه أصلا هو بيراقبني. مراد غير الروتين بتاع حياته وبقى بيلف طول الوقت حوالين بيتي. كنت بشوفه ساعات وهو بيحط سوائل وحاجات غريبة قصاد الشبابيك الأبواب بتاعتي. كل ده وأنا بدأت أحس إن الرعب بدأ يحوطني، وأنا ما بقتش بعمل أي حاجة تقريبا غير إن أنا مش بنام خالص وماسك المسدس بتاعي طول الوقت. الحياة كانت مرعبة وفظيعة لأبعد درجة ممكنة، ولكني على الرغم من كده كنت حاسس بإن روح التحدي والمواجهة اللي كانت جوايا كانت جبراني على إني أكمل في المكان ده هنا بدون بقى ما اتصل على شريف أو أي حد غيره عشان استنجد بيهم، يعني خاصة من بعد اللي حصل بيني وبينه. وبالمناسبة الحياة استمرت على الحال الصعب ده لحوالي 5 أيام تقريبا بالتحديد، لحد اللحظة اللي صحيت فيها مفزوع من نومي من بعد سماعي لصوت فتح باب شقتي. وانا مش في دماغي غير ان الشخص اللي موجود بره ده هو مراد. قلت لنفسي الكلام ده في نفس الوقت اللي قمت فيه بهدوء شديد، وحطيت نفسي على الكرسي بتاعي واخدت المسدس من تحت المخدة وبدأت اتحرك بالكرسي عشان اخرج لبره الأوضة في هدوء شديد عشان اكتشف بان مراد فعلا موجود في الصالة. كان واقف قصادي بالظبط وحاطط عينه في عينيا تقريبا، لكن في نفس الوقت اللي انا رفعت فيه مسدسي قصاده عشان اضربه استنيت ثانية واحدة كده. مراد شكله اصلا
مش شايفني. هو كان بيتحرك بس بيتصرف كأنه أعمى، وده تحديدا كان هو الدافع بالنسبة لي عشان استنى شوية عن خطوة ضربة النار دي، لأن خلاص اكتشفت بأن عنده ولسبب مجهول في نقطة ضعف قوية أوي بنفس قدر قوة نقطة ضعفي. وبالتالي فكل اللي أنا لازم أعمله دلوقتي هو إني أركز كويس جدا بحيث ما أعملش أي صوت يلفت النظر ليا، لأن مراد دلوقتي أكيد حاطط تركيزه وكل حواسه في ودانه. أما عني فأنا لازم أكون في المكان اللي يخليني دايما في مركز قوة. هلف وراه زي ما هو عمال يلف في الشقة كده لحد ما الاقي الوقت المناسب اللي اصطاد فيه الخنزير بتاعي. من ساعة ما شرفت المكان هنا حضرة الضابط وانا اتأكدت من انك هتكون مصدر قلق ليا، ومع ذلك والله انا قررت اني اكون في حالي وكفيت عنك خيري وشري، وبعدت عنك الأسياد نفسهم مع انهم بيكرهوا نسلك كله من زمن الزمن. كنت عارف انك بتراقبني وسامع تحركاتك كلها وحاسس بيك من مكاني، بس كنت بقول في نفسي يا واد سيبه، ده جارك والجار ليه حقوق جيرة، سيبه يشوف. بس ما توصلش برضه يا راجل انك تبلغ عني، ده كده الموضوع بصراحة زاد عن حده قوي. هو انا صحيح ما تأذيتش طبعا، ولا عمر ده كان يحصل اصلا، بس ما اكدبش عليك يعني انا بصراحة اتضايقت، والاسياد هما كمان اتضايقوا جدا من الحركة دي، وعشان كده طلبوا راسك مني، على الرغم من اننا مش في مواعيد قرابين، ولكن براحتهم هما يأمروا وانا علي الطاعة والتنفيذ، وانت عليك انك تموت. بس برضو عشان تبقى فاهم شروط اللعبة، يعني عشان نقدر نستمتع اكتر. خليني اقولك اني اعور يا خيري، ولكني مش اعمى. بس معاكوا انتوا، او بالتحديد مع اهل البيت ده، انا للاسف بكون اعمى. جدك ومن بعده ابوك عملوا على البيت ده سبل حماية كتيرة جدا، خليتكم غير مرئيين بالنسبة لنا. اقصد على الاسياد من ناحية، وانا ومن قبلي ابويا من ناحية تانية. قدرنا نسيطر على كل اهل القرية ما عدا انتوا. طبعا صاحبك الضابط اكد لك من كلامه على حاجة زي كده، اصل كل الناس هنا بيقولوا اللي انا عاوزه برضاهم او غصب عنهم حتى. الراجل اللي انا خدت بنته ابو سماح، على الرغم ان انا خدت منه بنته وعملت فيها كل اللي انت شفته، الا انه برضه هو كمان ما يقدرش يقول الحقيقة، لانه خاف على نفسه على اللي باقي من اهله. وبصراحة كده انا مش جاية معايا خالص ولا مقتنع بفكرة انك تبقى على عكس الناس دي، وعشان كده انت لازم تموت. قال مراد كلامه ده عشان احس بغضب شديد، وعشان في مجرد جزء من الثانية كنت شديت اجزاء السلاح بتاعي وضربت عليه نار. الطلقة جت في نص راسه بالظبط، ولكن من قبل ما يقع على الارض كنتيجة طبيعية للي حصل ده لقيته اختفى تماما من قصادي عشان يظهر في 8 اماكن مختلفة، 8 صور ليه في نفس الوقت اللي انا بقيت مفتح في عيني على اخرهم من فرط الذهول. ما كنتش عارف انا المفروض اعمل ايه او اتصرف ازاي دلوقتي. مجرد ثواني بسيطة حسيت من بعدهم بضربة عنيفة جدا على راسي، ضربة قوية خلتني اقع على الارض من على الكرسي عشان افقد وعي بالتدريج، في نفس الوقت اللي كنت سامع فيه مراد وهو بيتكلم وبيقول: اصلا انا نسيت اقول لك يا خيري، ماشي على شروط اللعبة كاملة. عدم نزاهة بقى تقول ايه؟ انا بعرف اتشكل بمساعدة الاسياد اللي بيخدموني في اي صورة ممكنة واي عدد انا احتاجه. الجملة دي تقريبا كانت بمثابة اخر حاجة انا سمعتها، الجملة اللي انا صحيت من بعدها عشان اكتشف باني موجود هنا جوه البيت اللي انتم انتقلتوا ليه،
بيت مزرعة الخنازير بتاعت مراد الأعور. الشخص اللي أنا فوت عشان أشوفه وهو بيجرجرني في الأرض من رجليا عشان يدخلني جوه مزرعة الخنازير، المكان اللي بمجرد ما دخلته من قبل ما أشوف الخنازير وهي بتنقض عليا عشان تقتلني وتنهي حياتي، خرجت من جنبي سكينة صغيرة ورميته بيها بحيث تيجي في رقبته بالظبط. رمية موفقة خليته يقع في مكانه جثة هامدة في نفس الوقت اللي أنا كنت بتاكل فيه من الخنازير دي كتمهيد منها عشان أكون أنا كمان جثة. وهي دي قصتي بالتفصيل. أنا تواصلت مع ابنك وطلبت منه إنكم تمشوا من المكان هنا لأني بجد خايف عليكم من روح مراد الخبيثة اللي بتحوم في المكان دايما عشان تأذي أي حد بيجي يسكن هنا. الفكرة بقى إني كنت مكتف الروح دي ومناعها عنكم من ساعة ما جيتوا سكنتوا في المكان ده، بس أنا خلاص تعبت، ما بقتش قادر أتحمل أكتر من كده، ما بقتش قادر أمنع أذى عنكم أكتر من كده. عشان كده أنا بطلب منكم إنكم تمشوا من المكان ده النهاردة قبل بكرة. اعمل كده في أسرع وقت لو كنت خايف على ابنك ومراتك. بمجرد ما كلام خيري انتهى مع الجملة دي رجع ابني يتشنج بقوة من تاني لمدة ثواني بسيطة. فترة صغيرة رجعت عينيه من بعدها لحالتها الطبيعية، تحولت من اللون الأبيض التام اللي كانت عليه من شوية للشكل الطبيعي. العروق اللي كانت نافرة وبارزة في كل سنتي جوه جسمه هديت تماما ورجع تاني لوعيه. ابني فيه عشان اجهز شنطنا انا ومراتي واخدتهم واخدت حماية كمان معانا وخرجنا بره البيت ده مع قرار نهائي مني باني مش هدخل المكان ده تاني. ودلوقتي بس ومن بعد ما اطمنت على عيلتي تماما ولاني عارف ومتأكد من انك اكيد مش هتكون فاهم معنى من ايه ورا كل اللي حصل ده، اسمح لي ان انا احكي لك حاجة صغيرة من البداية. انا اسمي عزيز الكومي، شخص متجوز ومخلف وعندي أسرة، هي كل حاجة تقريبا بالنسبة لي. حوالي شهر تقريبا قررت أنا وأسرتي إننا ننتقل لبيت ريفي في قرية هادية جدا وجميلة. بيت كبير شفته وعاينته واشتريته بسعر لقطة جدا، وفي ظرف يومين بالظبط بعد كده انتقلت ليه أنا وأسرتي. بس اللي حصل ساعتها ومن الليلة الأولى لينا في المكان ده تقريبا كان على عكس التام من كل اللي أنا كنت بتمناه، وده لأني اكتشفت بإني ابني الوحيد أحمد بقى بيشوف حد اسمه خيري وبيتكلم معاه دايما جوه اوضته، فبيوصلني من وراه رسائل كتيرة باننا لازم نسيب البيت عشان نحافظ على حياتنا. وقتها بس انا خفت على ابني جدا وكلمت حماية اللي كان ليه في امور فك السحر والمس وخلافه، وجه طبعا ساعتها وبدأ يقرأ بعض الآيات القرآنية المعينة لحد ما اللي اسمه خيري ده اللي ابني كان بيتكلم عليه حضر على ابني وبدأ يحكي لنا كل اللي انتوا سمعتوه ده. خلاصة كلامي اني اجريت حوار مع روح او قرين شخص كان في المكان ده من بعد ما اتقتل فيه. اتكلمت معاه وعرفت بسببه حقائق مرعبة كان زماني بدونها بواجه الرعب ذاته انا واسرتي. كنا زماننا في عداد الوفيات لولا تدخل قرين خيري اللي اثبت بان مش كل الارواح ممكن تكون سيئة او بشعة. إلى هنا تنتهي قصتنا. شكرا محمد تامر جدا على القصة دي، كان كاتبنا العزيز النهاردة هو اللي كتبها لنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا جدا بقصة الرعب دي، وأتمنى إن أنا أشوف كومنتاتكم عليها. وما تنساش لو أنت بتحب قصص الرعب ووصلت لحد هنا وعجبك الأداء الصوتي وعجبتك القصة أو عجبك الجو عندنا هنا في القناة، إنك تشترك وتكون معانا أول بأول عشان القصص اللي هتنزل. تصبحوا على ألف خير، كوابيس سعيدة، أشوفكم الفيديو الجاي.